تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي وزير خارجية روسيا البيضاء. انعقاد المؤتمر التأسيسي للجالية الإريترية في جمهورية تركيا. مديرية أفعبل تشهد أنشطة نفير تنمو واسع. قادة مجموعة بريكس يدعون لإرساء نظام عالمي متعدد وإنهاء هيمنة الدولار. وزير الخارجية التركي يلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد. وإيران تكشف عن مسيرة جديدة محلية الصنع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى فخامة الرئيس أفورقي زهرة اليوم على هامش اجتماع بريكس وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينك، وبحث تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينك خلال الاجتماع الذي عقد في جوهانسبرغ أن إريتريا وبيلاروسيا لديهما تاريخ مشترك متشابه، وأكد رغبة واستعداد بلاده لنقل العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين التي تكمل الشهر القادم 25 سنة إلى مرحلة ملموسة من التعاون. وأوضح الوزير سيرجي أن بلاده مستعدة لتبادل قدراتها في الصناعة بشكل عام والصناعة الزراعية بشكل خاص، فضلا عن خبرتها ومعرفتها الغنية في قطاع التعدين مع إريتريا، ويجب القيام بتبادل الزيارات بمستويات عليا لتنفيذ ذلك. وقال الوزير سيرجي: نريد أيضا العمل بشكل وثيق مع إريتريا لاستكشاف الفرص التجارية، مضيفا أن بيلاروسيا توفر فرصا للإريتريين في مجالات التعليم والتدريب في المجالات التي تبين من الجانبين. وأوضح فخامة الرئيس أفورقي على أهمية الاجتماع للتعاون المستقبلي، وشدد على ضرورة العمل معا من خلال مجموعة البريكس والخيارات الأخرى في الجهود المبذولة لإقامة نظام عالمي متوازن. وأعرب عن استعداد إريتريا لإطلاق مشاريع مشتركة مع بيلاروسيا في مجالات الزراعة والأمن وتكنولوجيا التعدين وغيرها. وسترسل قريبا وفد إلى روسيا البيضاء برئاسة وزير الشؤون الخارجية. وأكد الوزير سيرجي أخيرا أن بلاده سترحب بالوفد الإريتري. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، وسفير إريتريا لدى جمهورية جنوب أفريقيا السيد صالح عمر. من ناحية ثانية، زار فخامة الرئيس أفورقي والوفد المرافق له إلى سويتو بعد الظهر، وتفقد متحف نيلسون مانديلا والمباني التاريخية والسوق العام، ولقد استقبله السكان بحرارة كبيرة والرقصات الشعبية. تعتبر سويتو التي تبعد 40 كيلومترا عن جوهانسبرغ مدينة تاريخية شهدت عام 1976 مذبحة ضد السكان الأصليين السود المسالمين من نظام الفصل العنصري الأبيض. عقد الإريتريون المقيمون في جمهورية تركيا مؤتمرا تأسيسيا للجالية الإريترية في مدينة اسطنبول يوم الأحد 20 من أغسطس 2023. وقال القنصل الفخري محي الدين محمد عبد الرشيد في المؤتمر إن تأسيس الجالية الإريترية في اسطنبول إنجاز مهم لخدمتهم وربطهم بوطنهم والمشاركة في كل الفعاليات الوطنية، كون أن عدد الإريتريين المقيمين في تركيا في ازدياد كبير. وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد كبرون ملأكي أن الاستعداد والتحضير للمؤتمر استمر لفترة طويلة نسبة لظروف المقيمين في تركيا، كما أن اللجنة حصلت على الدعم الكامل من السفارة الإريترية في الدوحة والجالية الإريترية في قطر. وناقش المؤتمر ليوم كامل سبل تطوير الجالية الوليدة، وصادق على دستور الجالية وانتخب الهيئة الإدارية، وخرج بعدد من القرارات والتوصيات من أجل تطوير وتوسعة الأنشطة في مختلف المدن التركية. وانتخب السيد كبرون ملأكي رئيسا للجالية الإريترية.
وهنأت الجالية الإريترية في قطر في رسالة رئيسها الرشيد ياسين في افتتاح المؤتمر التأسيسي للجالية في اسطنبول. أوضح خبير تنمية النباتات في مديرية أفعبة السيد عبد الرحمن يعقوب أن أنشطة النفيرة التي بدأت منذ 3 أشهر تجري بشكل فعال في مختلف إدارات الضواحي، وذكر أن البرنامج شارك فيه أكثر من 6000 فرد، وشمل أنشطة الحفاظ على المياه والتربة وبناء وإصلاح الحواجز المائية والمدرجات والحفاير وأنشطة تنموية أخرى. وأشار إلى أن الأنشطة التي تركز على الحفاظ على المياه والتربة يتم تنفيذها بشكل جماعي، مضيفا أن مشاركة الأهالي بشكل عام والنساء بشكل خاص مرتفعة. وعرب المشاركون عن استعدادهم لمواصلة أنشطتهم في مجال الحفاظ على المياه والتربة ومنع انجراف التربة وتنمية المياه الجوفية، منادين الجهات المعنية لتقديم الدعم والتعاون لإنجاح العمل. كرمت مدرسة عوت الثانوية في مديرية علا برعد 17 طالبا حصلوا على علامات عالية في الدفعة 35 للخدمة الوطنية في امتحانات الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2022-2023 لمواصلة تعليمهم في الصف 12. وفي حفل التكريم الذي أقيم في 19 من أغسطس بحضور الإدارة ومسؤولي الجبهة ومكاتب الوزارات والاتحادات وأسر الطلاب المتفوقين، قال مدير المدرسة الأستاذ أماني الهبت ميكائيل إن النجاح يعكس الجهد المبذول في المدرسة، وذكر الطلاب المكرمين بالحفاظ على قدراتهم وتعزيزها بأقصى جهد. وشجع المشاركون في الحفل الطلاب على مواصلة نجاحهم حتى النهاية والاستمرار بانضباط وتنافسية عالية. وذكر المدير التنفيذي في إدارة مديرية علا برعد السيد محرنة تخلاب الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في مجال التعليم، وحث الطلاب على عدم إهمال الفرص التعليمية المتاحة لهم. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، دعا قادة عدد من دول مجموعة بريكس المشاركين في قمة جوهانسبرغ إلى إرساء نظام عالمي متعدد وإنهاء هيمنة الدولار، وشددوا على ضرورة توسيع المجموعة وتعزيز دورها في تعافي الأرصاد العالمي. وعقدت الجلسة الافتتاحية للقمة 15 لمجموعة الأقتصادات الكبرى الناشئة تحت شعار بريكس وأفريقيا، شراكة من أجل النمو والتنمية المستدامة والتعددية، وذلك بحضور الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والرئيس الصيني شي جين بينغ والبرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حين تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو من موسكو، وناب عنه في القمة وزير خارجيته سيرجي لافروف. وقال الرئيس الصيني إن على دول بريكس أن تنهض بمبدأ التعددية القطبية وتعزيز دور الأمم المتحدة، ودعا لتشجيع الدول على الانضمام إلى بريكس لإنشاء عالم أكثر عدالة، مضيفا أن عقلية الحرب الباردة لا تزال تشكل مصدر قلق للعالم اليوم. من جهته قال الرئيس البرازيلي إن الدافع الذي أدى لإنشاء مجموعة بريكس يلهم قادة المجموعة من أجل بناء عالم متعدد عادل ومستدام. وتبحث قمة جوهانسبرغ توسيع مجموعة بريكس ليضم المزيد من الدول التي عبرت عن رغبتها في الانضمام إليها. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في بغداد التي وصل إليها في زيارة رسمية، مؤكدا أن العراق يمثل أولوية في سياسة أنقرة الخارجية. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي إنه بحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى عدم السماح للعدو المشترك حزب العمال الكردستاني بتصميم العلاقات على حد تعبيره.
من جهته وصف وزير الخارجية العراقي اجتماعه بنظيره التركي بالعملي، مشيرا إلى بحث قضايا مختلفة، ومؤكدا أن مبدأ بغداد في التعامل مع التعقيدات والمشاكل هو الحوار مع الجانب التركي. وذكر وزير الخارجية العراقي أنه تطرق خلال المحادثات إلى موضوع استئناف تصدير النفط عبر كردستان العراق، كما ناقش مع نظيره التركي أهمية حصول العراق على حصة عادلة من المياه. كشفت إيران عن مسيرة جديدة محلية الصنع قادرة على التحليق لمدة أطول وبسرعة أكبر، وتتمتع بإمكانيات معززة في مجال الأسلحة وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وكشف النقاب عن المسيرة مهاجر 10 أثناء مراسم أقيمت في طهران للاحتفال بإنجازات قطاع الدفاع الإيراني حضره الرئيس إبراهيم رئيسي. وتعد المسيرة الجديدة نسخة مطورة لمسيرة مهاجر 6 التي اتهم مسؤولون أمريكيون فيها إيران ببيعها إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهي تهمة نفتها طهران. وسعت الحكومة الغربية في الشهور الماضية العقوبات القاسية المفروضة على إيران على خلفية اتهامات ببيع الأسلحة. الخبر الأخير في هذه النشرة: علقت تركيا حركة الشحن المتجهة شمالا على طول مضيق الدردنيل كإجراء احترازي بسبب حريق غابات سريع الانتشار قرب مدينة تشاناكلي السياحية. وقال إبراهيم يوماكلي وزير الزراعة والغابات إن الحريق استدعى إخلاء 6 قرى على الساحل الشمالي الغربي لتركيا. وأظهرت صورا بثتها محطة NTV التلفزيونية التركية سحبا من الدخان الكثيف فوق حدود تشاناكلي، وأفادت أن الحريق كان يقترب من مستشفى محلي وحرم جامعي. وأعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا أنها أرسلت 10 طائرات و26 مروحية للمساعدة في إخماد النيران، وأغلقت طريقا سريعا محليا. مشاهدينا، ختام النشرة نذكر فيها بأهم ما جاء. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي وزير خارجية روسيا البيضاء. انعقاد المؤتمر التأسيسي للجالية الإريترية في جمهورية تركيا. مديرية أفعبت تشهد أنشطة نفير تنموي واسع. قادة مجموعة بريكس يدعون لإرسال نظام عالمي متعدد وإنهاء هيمنة الدولار. وزير الخارجية التركي يلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد. وإيران تكشف عن مسيرة جديدة محلية الصنع. سادتي السيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.